10 في عقل. بزاف ديال المغاربه كيستعملوا هذا المثل ولا كيسمعوا بهذه المقوله. فشنو القصه ديالها ومنين جات؟ فالقصه كتقول ان هذه المقوله بانت في عهد الاستعمار، فاش دخلت الحمايه الاسبانيه للمغرب واستعمرت بزاف ديال المناطق خصوصا مناطق الشمال. فقالوا ان الاسبان استغربوا فاش دخلوا المغرب ولقاو المغاربه بدوك البساطه ديالهم، ديك السذاجه ديالهم، يعني ما كانوش كيتفاهموا معاهم. فقالوا ان المغاربه عندهم الفهم ديالهم ثقيل بزاف، فيمكن لينا ناخذوا 10 د المغاربه وناخذوا مقابل ديالهم اسباني واحد كيفهم مقابل 10 د المغاربه. فهنا بقاو كيقولوا ان 10 د المغاربه مقابل اسباني واحد، يعني 10 في عقل، وبقات متداوله. ولكن اظن ان هذا خطا، فالمغاربه مطورين من شحال هذه، كنظن غير السبريونيين بغاو يلصقوها لينا. وكاين واحد القصه واحده اخرى كتقول ان في عهد الملك الراحل محمد الخامس مشى دار زياره لبني مسكين وقال لهم شنو بغيتو نحقق لكم في هذه المنطقه ديالكم، يعني الاصلاحات اللي بغيتو. فكانوا واحد الناس 10 د الناس كانوا عندهم ولادهم مشدودين في الحبس ديال مراكش. فقالوا لي نعم سيدي حنا بغينا المطالب ديالنا دير لنا حبس من السجن في بني مسكين باش ما نبقاوش نديبلاصاو حتى لمراكش. وكنظن ان هذه تكون هي الصحيحه، حيت فعلا يعني 10 في عقل، يعني هما 10 هضروا على حاجه وحده اللي هي انهم يبني لهم واحد السجن باش ما يبقاوش يديبلاصاو عند ولادهم لمراكش وبقى يتشدوا غير في بني مسكين حسن ليهم.